سيدنا إبراهيم لما ابنه إسماعيل اتزوج كان سيدنا إبراهيم ما معه. لما نتزوج وجاء زار سيدنا إسماعيل وكان ما في البيت ولقى مرته زوجته قامت قالت له اشتكت له عن يعني صعوبة الحياة وكذا عدم الصبر وكذا. فقام وصاها قال لها لو إسماعيل جاء خليه يخير عتبة البيت. فكان وصية أبوه إنه يخير المرأة بس، وهو أخذ الخيار، هو ما أجبره بس وصاه لأنه هو شايف الحاجة فيها خير. نعم، إنك كوالد ولا أخ ولا كأب ما تصر وما تجبر أخواتك ولا بناتك على حاجة هم ما عايزينها. انت خيرهم، الخيار بيدهم هم. فصلوا على الحبيب، واتمنى انه ربنا يصلح حال البلاد والعباد ويصلح حالنا. نحن برضو ما ملائكة، لكن الحاصل نتمنى يعني بس نرجع للوطن يوم من الأيام ونكونوا في أعلى المراتب، وانتوا كمان تكون بلدانكم يعني أنا بحب مصر جدا وبحب الجزائر، عندي صحبتي منها، وبحب كل الدول العربية. أتمنى لكل دولة عربية الخير والثبات والوفاق، وأتمنى لكم كل السعادة والتوفيق في الحياة، لأنه الحياة دي نحن كمسلمين بنعيشها وعندنا حياة تانية. يعني تقدمكم من تقدمنا، سعادة المسلم من سعادتنا نحن، توفيق البلدان المسلمين من توفيقنا نحن. والله يعينكم ويسعدنا ويسعدكم، ويا رب يا رب ما في دولة تشوف الشر. وشكرا للدولة المصرية اللي استقبلت السودانيين بالكمية دي وحسي راجعين بسلام. واتمنى اي سوداني في دولة عايش في دولة ما لاقي حقه، ارجع وطني عزيز علي، وطني وإن جارت علي وطني عزيز. الوطن عزيز، الوطن عزة. يا رب يصلح الحال. السلام عليكم. أنا جيت أشوف الطبيبة حقتي حولت حتتها هنا وبفتش عنه، عندي ساعة كده بفتش فما لاقيهم. فأتمنى لكم الخير والثبات والأمن وتيسير. شكلي أنا طلعت بالطريق الخلط، لكن بمشي بفوق وتاني بدخل لأن المسافة بعيدة. شفتوني أنا جاية من القرية ديك. تعليقاتكم ورسائلكم وكلامكم الطيب مهم جدا، وصراحة أنا بتونس معاكم لأني صراحة في غربة 10 سنين 12 سنة رايحة على 12 سنة من 2014. أنا في سويسرا هنا في الدولة دي، أنا أصلا ما خطيت يوم من الأيام أكون مغتربة وبكون في دولة تانية. أنا بحب وطني جدا، من الناس اللي بتحب وطنها. يعني أنا حتى لو مرات نزلت السودان بشيل تراب وطني بجيبه معي هنا، بخطه لي في تحفة في قارورة أشوفها كتحفة فنية. يعني أتمنى لكم السعادة، وإن شاء الله كده كل البلدان العربية تنعم بالسعادة والحب والبر. يلا باي.